السلام عليكم. فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون فيديو ميمز كالعاده. طبعا حد دلوقتي هيجي يقول لي ليه انت بقالك اكتر من 6 ايام مش بتنزل على القناه؟ اقول لك لسبب بسيط جدا، ان انا كنت بحلق. هتقول لي بقالك 6 ايام بتحلق؟ اقول لك طبعا، لانك انت ما تعرفش كميه الصعوبه اللي تخليك تحلق ليا. لاني اولا لازم التدريجه دي تتعمل لي بمكنه مصنوعه من الالماس، والتدريجه دي بمكنه مصنوعه من الذهب. وطبعا مش محتاج اقول قد ايه الحلقه جامده. لقيت اسف على السحبه طبعا. بس كده خليكم على الفيديو. طبعا ما تنساش اللايك والحاجات دي. بس كده لو وراك فرد روح صلي وتعالى كمل الفيديو. بس مخنوق قلت العب بلاي ستيشن. الحارس بتاعي هو نبضه بقى 30. احسن حارس بالنسبه لي في بيس 2019 هو اريولا بلا منازع. تقول لي كورتوا، هتقول لي تريشتيجن، مفيش، هو اريولا. عشان كده بختار باريس على طول في 2019. مفيش احسن فريق من فريق بيس في 2019 حرفيا. لكن هو اريولا الصراحه كان جامد جدا في الموسم ده. هتقول لي هتختلف معايا في الراي، انت ما جربتش. لو جربت لعبه اريولا حرفيا بيقلب طرزعة. هي الاسكندريه المكرمه ولا ايه؟ احنا من اسكندريه. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. يا حبيبي يا حبيبي. النهارده انا صرت معالج نفسي. بس ما عنديش صبر. حبيت اجيب لكم ضيف معايا. هو القط بتاعي، هو القط عنده مرض نفسي اللي جات عليه مخلياه مش قادر يتقبل العلاج بسرعه زي اي قط عادي. فاحنا هنبدا ايه هدي خالص. طيب الحياه حلوه يا حبيبي، الحياه حلوه اهدى خالص اهدى. الحياه ايه حلوه وجميله. اهو بدا يستجيب، بدا الحياه حلوه. الكلب تسلم ايدك يا اسطى. باكل فراخ، فانا هاخد حته الفرخه دي وعندي الكلبه هاكلها له الصبح. ربنا يكرمك يا عم. حلوه. شفت الفيديو ده قبل كده يعني مش بيضحك قوي. يرعبهم كونك امرأة مثقفة. يعني بسألك سؤال، انت انسان مطلع جدا. حلو. سمعت بمزارع الدجاج؟ ايوه. طيب مزرعة. ايش يعني مزرعة الدجاج؟ ثواني، عشان لو هي بتتكلم عن اللي بيدور في دماغي دلوقتي يبقى حرفيا. انت عمرك رحتي مزرعة الدجاج؟ قد رحتي؟ لا. طب اذا رحتي بتلقين الدجاج كذا، البيض شجره وبيض. حلو. فهمتي؟ وبعدين تفقس البيضه. جميل. وتنزل الفرخ. ايوه فيجن هذا، يعني في فيجيتيريان وفي يا ديني. يا بتقول له ان هي امرأة فيجيتيريان، يعني ما بتاكلش لحمة. فبيقول لها ازاي ده انت بتاكلي فراخ وسمك وتونة؟ بتقول لا، ده في مزارع فراخ ومزارع تونة. فك يا رب. انت رحت. صديقك مختم كل ده انا صديقه اللي مختم كل المسلسلات والافلام. ده البنات طالعه من الامتحان بتعيط علشان نقصوا درجه. انا وصاحبي لما حسبنا اسئله الامتحان قلت له انا جايبين النص. الله اكبر. اختر، هتجيب الكاب جو الحصان. كمل معاه جو. ايدك تحت ايدك تحت ايدك تحت. هوبا هنجيب الكاب اكيد هنجيب الحصان، يعني مش محتاجه تفكير. ده المسيح الدجال مش هيصرف كتير. ايه ده؟ انا عايز اقول لك حاجه قدام اهل بلدك كده بعرف كده ايه. محدش غريب بمعنى صح. هياكل مصحف يا حمدي يا ابو هشام. لو دخلت النار انا واحد من الناس رح تشهر. مسيح الدجال مش هيتعب معانا. حجوزات الكوره. دماغي. ثواني، ايه اللي حصل ده؟ ايه الغشوميه دي؟ مش هحسبها غير اللي جربها دي. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ردت فيه وجت في صدره قتلته. لا يقرب من الجون هيشرط. صاحبك اللي بيفهم في كل حاجه. بيفهم بالسكس، بيفهم بالبورنو، بيفهم بالشواذ، بيفهم كل شيء، حتى بالممنوعات بيفهم.
اذا كان الدراجون كميات قليله يصبح صاحبك في الاخر ما بيفهمش اي حاجه. بكتب وكميات يتصنع ذلك البرشام الذي تدرسه لاخواننا في المملكه العربيه السعوديه. ايش اللي فهم؟ الزراعه الواحد لازم يتعلم من اخطائه. انا بدون سبب. ايه ده؟ مش ده اللي هو تطلع مع ناس تانية؟ هو ازاي طلع مع نفسه؟ ايه ده بجد؟ أوه. واو. شنو؟ معود شنو؟ هلا. انت بلد اللي حيوطة الشيء اما تدوس انت سكيب طيب ولا نيكست ولا اي حاجه؟ هاي جايز. هاي شنو؟ هلا. لا جاي مع اي حاجه بتتنفس. لما تكبر وتاكل ورث اختك وتشوف وش كدت. طعمه جامد. اول يوم جامعة البنت اللي غبتت الايس كريم زي الاعلان، بس انت لابس طقم جديد. انا واحده خبطت بيها الايس كريم طخ اشيلها من على التيشيرت كده وفي وشها اقسم بالله. صلاة ابوك. وده ودان جدك ابو الهول. فورمة عمك اللي مات بالانيميا باللي مات بالانيميا. توحد جدك الرابع. انت حاجب امك. زهايمر خال ابوك. بلاد عمتك. عصبية خالك المفرطة. ايه مناخير قريبك الافريقي. انا كله على كل. احذر من اعدائك مرة ومن صديقك 1000 مرة. هاي وش فيها؟ شيلها 12 كيلو. تعال والله انا ثقيله. خلها تعال شوف بسوي لك تحدي انا. هذه الكوره ايوه وهذا ابو بدر حارس. اذا سجلت عليه جول اسمع صاحب المحل وش يقول. اي حاجه تاخدها في المحل. اي شيء. اكيد فكرة المصري ده. ان شاء الله تاخد تلفزيون. اي حاجه هتعوزها بص كل الاقسام قدامك. اي حاجه هتعوزها خدها. وريني. يلا روح. روح. في ناس بتحب اللحمه وانا احييهم على فكره. لحمه حلوه ولكن الفراخ البيضه مسكنات. هتفكر انك بتاكل لحم بتوهمك انك بتاكل لحم. الكلام اللي بسكت العيلة كلها عشان اقوله. زي واحد بيحب اللحمه شويه يعني فقال بيتين من الشعر هقولهم لك بس صلى على النبي. قال سلوا فمي غداة سلا وتابا لعل له على الفراخ عتاب. يا بنت احترمي نفسك. يا بنت احترمي نفسك. احترمي نفسك بدل ما جبت تاريخ كله. ما كنتش تاكلي البصل والفول والطعميه الصبح في المكتب. احترمي نفسك. كله بياكل بصل احترمي نفسك. انا باكل جبنه رومي يا باشا. علية القوم. عملية الإنزال خلف خطوات خلف خطوط الخزان. ولنبدأ عمليات الإنزال. يما ايه ده؟ عمليات الإنزال عمليات الإعداد. الطفل واضح متعود على مقالب صديقك إذا أحد مدح صوته.
بقول لهم في البيت عايز ادخل ادبي علشان معلوماتي في الادبي. معلوماتي في الادبي. ربنا يرحمك يابا. الترجمة العربية في الأدب. ساعة أسبوعين. 2022 الفيزياء صعبة والكيمياء سهلة. 2023 الفيزياء سهلة والكيمياء صعبة. 2024 الفيزياء صعبة والكيمياء سهلة. 2025 الفيزياء سهلة الكيمياء كورتين كده كورتين. اقعد يا جبل اقعد يا جبل. هتعرف تعمل دعاية لمشروعك يا عم؟ عيب عليك، دي لعبتي. الدعاية أهم حاجة في شغلنا، أهم حاجة التلفزيون. إعلان قبل إيه ده؟ المسلسل دي وإعلان فلوس بعديه لعبة؟ على طول، إعلان قبل النشرة وإعلان بعديها على طول، إعلان قبل الماتش يعني أي حاجة طب اقسم بالله لو انا حصل معايا الموقف دون وحصل معايا كده ان انا لقيت 200 جنيه وطلعت في الاخر عرض ولا حاجه، اقسم بالله ما هشتري. هو عند دكتور السنان. يا دكتور الحشو وجع يا دكتور. ولا نحذر بعض. صاحبك اللي في حاسبات اللي قال لك انها كليه المستقبل وبعد ما يتخرج. خلص تايم اوفر. ربع ساعة بس يا معلم مدبولي. مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم ياض. كل الطلاب بيدور على السي بي ار اللي انت اتدربت عليه. اقل قعده لقرايبي اللي بيقولوا لك خير. والفرحة المنتظرة بقى لما يسقط ونفسه تنكسر. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. كله بأمر الله. إن شاء الله. السلام. انزل نوال عم. اوكي شوفوا شكل العراق بدا يصير اخضر. ان شاء الله هاي المنطقه كلها تصير اخضر بالكامل. العراق والسعوديه، عندنا قطر والبحرين. هاي البحرين شباب. ذاك اليوم قرأت تعليق يقول شو ماكو البحرين. هاي البحرين شباب. تمام هي هاي زين شباب. فكل الدول اوكي شوفوا شكل. عدد سكان البحرين مليون؟ والله قليل قوي. اخواتي اللي من البحرين اللي متابعيني عشان الفرق بين الفرقتين 44. ده اكيد كابتن شيكابالا اهو. نفس الشيء لكنكم تفضلون كريستيانو رونالدو. احلى عالم ونقول تسهل. يلا تسهل. تكملة عندي في الدركون. قالوا بقى نخش دلوقتي على فيديوهات التيك توك. طبعا مش مسجل ولا عامل حساب ولا اي حاجه في التيك توك، فاحنا هنخش كده بالدنيا كده بالهز. قاعد مع اهلي ولقيت صاحبي بعت لي ريكورد. ده انا معرفوش. صاحبي بالليل بعد ما بنتي قالت له ميعاد الحصه في جروب الدرس. تفكير امي هعملها ازاي لما تكبر. اقعد يا بنتي. انا قاعد في الحصه رافع مناخيري لفوق، الناس فاكراني مذاكره. انت عندك برد. مناخيرك هتنزل وماسكها. هقوم قاتلك ريكورد. تبقى فين دي؟ فقلت اجيب صاحبي يعمل لي دعاية بدل ما ادفع الفلوس كتير للبلوجر. صاحبي اللي يشرب عن لما تبقى جايب شيبسي وشوكولاته مش عايز حد ياكل معاك، اخوك الصغير مع ابوك في السن. يبقى قدام حلين، يا اما تديها له يا اما تجيب له واحده تانية وتنزل. خلصت كل المشروع ورجعت. اختك اول لايف لكروان مشاكل بعد ما خرج من خرج من السجن. انا اخر حاجه كنت عارفها ان هو اتسجن. تاني ولا هقول اي حاجه تاني. خلاص اللي هيقول لامك ابوك اللي حصل اللي كان، وربنا ما هرد عليه، وربنا ما هخلي حد على ابلكيشن يمسك عليا خالص. صابت كده يعني ولا ايه؟ صابت.
حمو النبي عشان خاطر ربنا. زورو، هي ايه مشكلته مع ريهام سعيد؟ ثواني نخش نشوف الموضوع وأعدلكوا تاني. تبع الحاجات اللي وصلت لها ان كرام مشاكل كان طلع شتم ريهام سعيد، وهي راحت عملت فيه بلاغ تقريبا عندها اللي وصلت له، اتحبس 6 شهور وطلع، وهي راحت قدمت فيه بلاغ تاني عشان تحبسه، يعني قدمت فيه كده بلاغين، البلاغ التاني لو مشي هو كمان هيخش السجن تاني. انت جبت المعلومات دي منين؟ انا القطيع حاجه من سنتين، انا اتمرمطت اقسم بالله عشان خاطر ربنا. هو طلع يعتذر لها كده يعني. اقسم بالله ما هغلط تاني ولا هقول اي حاجه. زي ما انا ولا قلت. عاوز اطلع على السوشيال ميديا تاني، والمصحف انا ما حمل اي حاجه. سنتين يا استاذ ارحام، والنبي يا استاذ ارحام اقسم بالله. ممكن ترفع عليه شكوى بسبب استاذه ريحان دي، مشاكل قوي. الناس بتتعلم من اخطائها. كروان محبوسه؟ كروان طلع لا كله محبوس. يا رب. لا زعلان عليه يا عم مساكت اختي، ربنا مساكت. يفكها عليها يا رب. مكة بس ربنا يفكها عليها يا رب. مفكها. كان عنده مشاكل بعد ما خرج من السجن. انا وعدتكم ان اول ما كراور يطلع بالسلامه توأم حبيبي يا ده ابوك. يا طير يا طير يا اللي عالسكر فرحان بطير عفير قمر انت ولي لا يا استاذ ارحموا النبي عشان خاطر ربنا. انا مقطع حاجه من سنتين. ازيكم؟ لسه صاحي من النوم واقسم. الكثير من كروان مشاكل. برضه يا جدعان في ناس بتقول ان عمر فرج اتحبس. احنا اصحاب بلدنا. لسه عليك ما تخافش مش هياخدوك، هتجري منهم ازاي؟ يا جدعان ورحمة ابويا انا ما خايف. يا ماما نروح علينا الكلمات ونقوم. انا عايز تيك توكر عمر فرج واخوه صاحب شخصيه ام عمر. تعالى احكي لكم ايه اللي حصل، خبر يهمك او ما يهمكش. بحس ان الناس اللي بيقولوا اخبار على التيك توك دول لو طلعوا قالوا خبر كذب هصدقهم برضه. ما يفوتكش. عمر فرج ده شخص مشهور على التيك توك ودايما كان بيعمل فيديوهات كوميديه، ومحمد فرج كان دايما بيطلع بشخصيه اسمها ام عمر. الاثنين اخوات واتشهروا جدا على التيك توك. عمر واخوه محمد كان دايما بيعملوا فيديوهات على التيك توك يضحكوا بيها الناس ويكسبوا بيها مشاهدات. على الوقت بعض الفيديوهات بتاعتهم كان فيها كلام وحركات غير مناسبه وغير لائقه. طبعا ناس كتيره حسوا ان هي عيب وهي خادشه للحياه. طبعا الناس ما سكتتش بسبب حمله تطهير المجتمع وقدموا بلاغات في المحتوى بتاعهم وقالوا ان المحتوى ده بيضر. زعلت عليه والله. عمر فرج يعني غلبان، واخوه برضه غلبان والله. اخوه بيقول عنده السكر، ده عنده اللي هو مرض نادر اللي هو العظم الزجاجي. مش عارف، اتمنى ان هم يخرجوا على طول يعني. يا جماعه الناس اللي كل شويه تقول لي هو عمرو اتحبس، هو محمد. طب ايه ده طيب؟ جنتي يا نفسي تعبت. احنا مساجين بلدنا. بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واليوتيوب بيقول لك ان الفيديو ده هيعجبك. مش عارف يعني صح ولا غلط، بس كده مع السلامه.